في بعض الشركات لما توظف حد جديد او عندها مبدأ انه محدش يعرف المرتب بتاع حد، لا جديد ولا قديم يعرف المرتب بتاع حد، وأكن المرتب او السالري زي ما بيتقال دلوقتي هو ده سر حربي. انت بتتعامل ازاي مع الموظفين اللي موجودين معاك؟ هل عادي ان هم يقولوا لبعض المرتب اللي هم بياخدوه، ولا شايف ان الموضوع يبقى سر افضل؟ يعني ما يفضل يعني اننا يتساووا. يعني مثلا لو عندك إدارة مبيعات بيتساووا، عندك إدارة مالية بيتساووا، عندك إدارة مخازن بيتساووا، وانت تميز الأحسن. ايوه يعني في السر تميز الأحسن في السر وفي العلن. ايوه يعني يبقى حافز، مش في السر ولا حاجة، لا يبقى حافز. أنا أسويهم وبعد كده عشان يشتغلوا ويطلعوا أحسن ما عندهم يبقى في حافز. تعرف أنا رأيي إيه في القصة دي؟ أنا رأيي لأ، إنه الراتب عادي جدا انك طبعا تقول الراتب بتاعك، اي حد سألك على الراتب بتاعك تقوله، الا لو ما كنتش بتخاف من الحسد. مش بتاعتي انا، بتكلم على المانجمنت بتاعي، ان لا عادي اقول الراتب بتاعك. في ناس بتطلب مني الحته اللي انت عشان الحسد لان زميله باصص انه هو بياخد. دي بره البيزنس. ما دي بره البيزنس، بس برضه انت تحترمها ليه، ما هو برضه ده يعني ده حقيقي. لكن انا مع لو حد جه سأل، انا ممكن حد يكون 2 على تايتل واحد وممكن يكونوا قريبين من بعض في مدة التعيين، وده بياخد مرتب مختلف عن التاني، او انا بديله مرتب مختلف على التاني، بس انا باخد مزايا تانية من الشخص التاني ده طبعا. فاوضح ده، اقول له اوكي انتوا نفس المستوى، ولكن ده بيعمل حاجة تانية. مثلا ده انا ممكن اطلبه يوم الجمعة ينزل معايا شغل، صح، وما بيكلمنيش في اوفر تايم، بس انا لازم اكون حد حريص وبعمل ده. ده ممكن يجيني يشوف عندي سلبية، يشاور لي على السلبية دي ويقول لي لا خلي بالك يا مستر، انا عندي في سلبية موجودة ودي ممكن تأثر على البيزنس بتاعنا. عندنا في كل النوعيات اللي انت قلتها ديت موجودة. وفي بقى يعني انا عندي النوعيات دي كلها موجودة، وفي نوعيات بتغير من بعض. يعني انت بتميزه عشان حاجات جميلة اللي انت قلتها، ان هو سبورت في اي وقت، جاهز يوم جمعة في مشكلة هنا بينزل يحلها، فبتميزه. فبتلاقي واحد تاني بيزعل ان انت بتميزه. طب انا بميزه عشان هو متفوق، خليك متفوق زيه. بنعاني صدقني في النقط دي في الشغل بتاعنا. ايوه، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤخرا بنعاني فيها.